السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم العيال من قناة حكايات أم العيال. النهاردة جايبة لكم حكاية من قلب الشارع، من قلب الناس اللي محدش بيبص لهم. حكاية رجل بسيط واقف قدام مدرسة بيبيع جرايد، لكن الحقيقة هو ما كانش واقف هناك عشان يبيع، ده كان واقف عشان يعلم، يطبطب ويسيب أثر في قلوب ناس كتير. تعالوا نغوص مع بعض في قصة عم حسان، الرجل اللي قلبه كان أكبر من الطريق اللي واقف فيه. بس قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة، اوعوا تنسوا تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. كل يوم الصبح قبل ما الشمس تصعد على شارع المدرسة الكبير، عم حسان كان بيصحى من السرير. كان سرير بسيط كان بيصحى من عليه وينزل. كان بيته صغير قديم فيه ركن خشبة قديمة عليها جرايد مجمعها بعناية من اليوم اللي قبله. كان بياخد كوباية الشاي السخنة بتاعته وينزل من الشباك للشارع، يشم ريحة الخبز من المخبز اللي عنده في نهاية الشارع، ويسمع صوت أولاد الحي وهم بيجروا للمدرسة. الجو كان مليان أصوات الزحام والعربيات ودراجات الأولاد. كل ده بالنسبة ليه، كل الصوت ده كان جزء من حياته اليومية. عم حسان ده كان دايما وهو بيرتب الجرايد يقول كلمة واحدة بس، يقول يلا يا حبايبي، اليوم يوم جديد وكل جريدة فيها فرصة لواحد يتعلم حاجة جديدة. أولاد الحي كانوا يعرفوه كويس قوي، كل واحد ليه موقف معاه. مثلا محمود ده كان ولد صغير، كان دايما بيجي ومعاه شنطة قديمة. عم حسان كان دايما يديه جريدة ويقول له اقرأها كويس. الجرايد ده مش بس مجرد أخبار، ده درس للحياة. وسارة دي كانت بنت صغيرة، كانت تحب الأخبار عن الحيوانات. عم حسان كان دايما يبتسم ويقص ليها القصص بطريقة سهلة جدا. شوفي يا سارة، الدنيا مش بس مشاكل، في حاجات حلوة كمان. كل يوم كانوا بيقولوا ويحبوا ان هم ييجوا ويقعدوا معاه، واحيانا كان يوقف بيع جرايد، ما كانش يبيع جرايد علشان يقعد يسمع مشاكلهم الصغيرة. بجد راجل كويس جدا. عارفين يعني ايه واحد يسيب رزقه واكل عيشه ويقعد مع اطفال يسمع مشاكلهم عن امتحاناتهم، عن اصدقائهم، وحتى عن البيت والمشاكل العائلية. في وقت الهدوء كان عم حسان بيجلس على كرسي الخشب ويسترجع ذكرياته مع زوجته اللي ماتت من سنين وولاده اللي عايشين بعيد عنه. عم حسان كان فاكر الأيام اللي كانوا فيها معاه، كان عمال يفتكر وهم قاعدين في البيت وبيضحكوا وبيلعبوا، والاحتفالات الصغيرة اللي كانوا بيحتفلوا بيها مع بعض هو وزوجته وولاده. كل ده فين؟ عم حسان في وش ذكرياته دي كلها ابتسم لنفسه وقال حتى لو هم بعيد عني، قلبي معاهم كل يوم، بس الأولاد دول هنا، ودي فرصة أعطيهم اللي أقدر عليه. كل يوم عم حسان كان بيواجه موقف مختلف. مرة ولد صغير وقع من على الرصيف، راح له يجري وحمله بين ايديه. مرة عربية حاولت توقف جنب الطاولة وبدأت تزعج الأولاد، لكن عم حسان بأدب شديد نظم المرور بطريقة بسيطة. مرة واحد من المار زعل منه لأنه مش واخد باله من عربياته، لكن بعد الحوار الهادئ الشخص فهم قيمته. كل موقف كان بيعلمه حاجة جديدة عن الناس وعن نفسه، وعن كل موقف كان بيعلم الأولاد درس في الإنسانية. في يوم الشتاء الشارع كان بيتحول لتحدي، المطر كان بينزل بغزارة، لكن عم حسان ما كانش بيقف، كان بيحمل جرايد بالبلاستيك، يدي الأولاد اللي ما معهمش مظلة واحدة، أحيانا يغني لنفسه بصوت خافت علشان يحافظ على الروح المعنوية بتاعته. عم حسان وهو بيضحك مع نفسه، اللي يجي المدرسة ويحب العلم، هتمطر أو ما تهطلش الجرايد لازم توصل. عارفين يعني ايه اللي يجي للمدرسة ويحب العلم؟ هتمطر أو ما تهطلش الجرايد لازم توصل. عم حسان كان دايما يقولها في الشتاء،
وهو بيضحك مع نفسه. الأولاد بدأوا يكبروا يوم ورا يوم، وبعدهم رجع يزور بعد سنوات طويلة عم حسان. محمود بقى شاب ناجح جدا في عمله، وقال له انا جاي لك يا عم حسان، جاي وعارف ان انت اللي وراء نجاحي، انت اللي علمتني يعني ايه القراءة، ويعني ايه الصدق، ويعني ايه اساعد نفسي واساعد ناس تانية. انت اللي ربيتني، وانت اللي علمتني الحياة وخليتني شاب ناجح. اما سارة بقت صحفية كبيرة، وجت تقوله انت السبب اني احب الاخبار واكتب عنها بطريقة صحيحة. عم حسان حس بفرحة كبيرة ان كل تعب السنين ده ما راحش هدر، وان الجرايد اللي كان بيبيعها مش بس اخبار، دي كانت بذور امل وعلم وحب. في يوم من الايام الناس كلها في الحي جم، حتى اللي ما كانش يعرف عم حسان جه برضو معاهم. كل واحد جاب حاجة بسيطة، وردة ورسالة أو مجرد شكر بالكلام. عم حسان وقف في وسط الشارع وابتسم وقال أنا عمري ما بعت جريدة بس عشان الفلوس، كل جريدة كنت ببيعها كان فيها درس، وكل درس كان أمل. وابتدت الشوارع حواليه تتحول من مجرد شارع لحي مليان حياة وناس، والناس كلها بقت شايفة قد ايه قلب الراجل الجرايد ده أكبر من الطريق كله. أحيانا اللي الناس شايفينه على سطح بسيط، لكن جواه القلب الإنسان ممكن يكون أعظم بكتير. ودي يا جماعة كانت حكاية عم حسان، حكاية الرجل البسيط لكن عمل اللي ما قدرش يعملوه ناس كتير، علم وربى وغير مصير أطفال كتير من غير ما يطلب منهم حاجة. افتكروا دايما مش كل بائع بيدور على رزقه بس، في ناس رزقهم الحقيقي انهم يسيبوا نور في حياتهم وحياة غيرهم. لو عجبتكم الحكاية اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك، واستنونا في قصة جديدة من حكايات ام العيال. وكمان ما تنسوش تشاركوا القصة دي مع اصحابكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا انا عايزاكم تشيروا القصة دي وتشيروها على قد ما تقدروا عشان نكبر كده مع بعض والقناة تكبر بيكم. وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك باسم حكايات ام العيال. ودمتم في امان الله ورعايته. سلام.